السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد ويوم جديد كده بقى، ويلا بينا نشوف النهارده هنعمل ايه في اليوم بتاعنا. النهارده انا هعمل فطار يعني، وهروح لحماتي وهنقضي بقى الاجواء بقى، نوضب مع بعض يعني الفطار ونشوف هنكيس الاكل ازاي وننقله ازاي، ونروح بقى هناك ان شاء الله نقضي اليوم مع بعضنا هناك كده. فيلا بقى عيشوا معايا الاجواء الرمضانيه في يوم يعني كامل. فيلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك، ويلا بينا نبدا الفيديو. بس اول حاجه انا كنت حابه، اما فكرت اني اعمل اكل ايه، فكرت اني اعمل لازانيا. تمام، قلت يعني تغيير عن المكرونه البشاميل، وفي نفس الوقت يعني مش بنعملها كتير، حبيت يعني ان هي تكون تغيير يعني عن المعتاد. بصوا بقى، اول حاجه انا طبعا اول رمضان ليا في الشقه جه هنا، فكنت حابه بصراحه ان انا اعزمهم يعني ويجوا لي هنا في الشقه كل حاجه. بس للاسف هم يعني كانوا كبار السن تعبانين وكده ومش هيقدروا يجوا المشوار ده. فانا طبعا قلت طالما هم مش هيقدروا يجوا احنا نروح لهم احنا لحد عندهم. فانا جهزت بقى ايه فطار كده وقلت بقى ايه يعني أنا كلمتها وقلت لها احنا جايين لك وكده. والله عايزه اقول لكم ان هي قعدت تقولي لا وما تكلفيش نفسك وكده، فربنا يكرمها يعني. بس انا شايفه ان يعني دي عاده، عارفين اللي هو ايه، ان التجمع وان احنا نعمل اكل ونتجمع مع بعضينا كده، فيعني ربنا يجعلها عاده يا رب، ما تتعش ابدا. فبصوا بقى، انا اهم حاجه وانتوا بتعملوا اللازانيا، انا عملت بشاميل عادي خالص يعني بحب اعمل البشاميل على البارد، لبن ودقيق، وبحط عليه معلقه جبنه كريمي، ومعلقه صوص، معلقه اللي هي توابل الجبنه اللي هي الشيدر. تمام، وبحط معاهم معلقه السمنه وبضرب كله في الخلاط، وبعدين بقى بحطهم على النار يتقلوا معايا. عايزه اقول لكم بيبقى خفيف طعم حلو قوي، بيبقى كمان لو عندك معلقه قشطه حطي، ومعلقه الجبنه والقشطه والجبنه الكريمي دي بتوديه في حته تانية خالص. تمام، ده كده بالنسبه للبشاميل. بالنسبه للشاورما عاملاها ازاي، دي بانيه عادي مقطعته شرايح صغيره، وعملت له بصله وبعد كده نزلت عليه بيها، وبعد كده اخر حاجه بحط فيها الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيديه تسكيره، طعمها بيبقى طعمه حلو يعني، وبيديه تسكيره كده، بيبقى حلو قوي في اللازانيا، فجربوه. بس اهم حاجه ان الصوص ده يبقى فيه زي ميه كده، ما يبقاش ناشف قوي، لان هو الميه بتاعته دي هي بتدي الطعم. تمام، انتي بتقسمي اللي عندك الخليط اللي هو الحشو يعني، بتقسميه على 3، لان احنا عامله هنا 3 ادوار لازانيا. فكل دور بتقسمي فيه كده ايه، بتحطي يعني تلت الكميه معاكي على 3 مرات، لحد ما تعملي كل الطبقات. اول طبقه بس اهم حاجه تحت تكون محطوط فيها بشاميل، عشان الطبقه التحتانيه دي هي اللي هتساوي اول طبقه تحت عندك. وبين كل طبقه وطبقه هتحطي بشاميل، لان السوائل دي هي اللي هتسوي معاكي اللازانيا. اللازانيا دي طبعا في ناس بتسلقها، انا بصراحه ما بعملهاش مسلوقه ولا حاجه، بعملها على وضعها كده. وعايزه اقول لكم ما فيش 10 دقايق او ربع ساعه في الفرن بتطلع حلوه وجميله، ومن غير بقى لا سلق ولا تعجين ولا الكلام ده كله. فجربوها، جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم، وهتبقى يعني هتبقى حلوه معاكم. مش يعني في ناس كتير بشوفها بتسلقها، ما اعرفش انتوا ليه بتسلقوها بصراحه، يعني ان انتوا تحطوا ميه وتسلقوها وتبقوا طريه وتقعدوا ترصوا وما ترصوش. بصراحه يعني حاساها فرهضه على الفاضي. انما بالطريقه ديت عايزه اقول لكم بتبقى جميله. في ناس كتير ممكن تقولك ايه ده اللازانيا دي عامله زي المكرونه البشاميل. لا، انا بالنسبه لي اللازانيا طعمها مختلف شويه عن المكرونه البشاميل، فهو تجديد يعني عن المعتاد. عارفين احنا من اول رمضان كل البيت يعتبر عملت مكرونه بشاميل ومحاشي. يعني خلاص بقى اللي هو كفايه بقى، قلنا ايه التنويع يعني. فجربوا الطريقه ديت، عايزه اقول لكم بتبقى حلوه، وبتحطوا بقى على الوش طبقه جبنه كده موتزاريلا. عايزه اقول لكم الطبقه دي بتبقى حلوه قوي يعني، كمان بتدي طعم فيها. بصوا بقى الميه اللي هي الصوص اللي نازل منها بتاع الفراخ دوت، عايزه اقول لكم ده بيدي طعم حلو قوي في التسويه يعني. لما تيجي تسويها عايزه اقول لكم بتبقى جميله جدا. بس بقى التسويه بقى لما تيجي تسويها تعملوا ايه، تفتحوا الفرن تحموه الاول، تمام، يعني يبقى حامي. وما تحطوش الصينيه ديت في على الصاجه بتاعه الفرن من تحت، لا، حاولوا تحطوا اللي هي الشبكه او الرف السلك دوت، تحطوه على اول درجه من بعد الارضيه بتاعه الفرن. يعني لو هو ان الصينيه ما تبقاش لازقه في الارضيه خالص عشان ما تتحرقش منك على طول. في نفس الوقت تبقى انت رافعه درجه واحده من تحت، اللي هو تحطي عليها اللي هي الرف السلك يعني، وتدخلي عليها صينيه اللازانيا. اول ما اللازانيا عندك تبدا تغلي، هي خلاص يعني اول ما تبدا تبقبق كده وتبقلل، خلاص كده عارفه ان هي داخله في السوا. بتعملي بقى ايه، بتسيبيها مثلا ربع ساعه، وبعد كده بتجيبي مقص شوكه، معلش، تجيبي شوكه ويعني اجرزي كده الشوكه فيها. لو هي لسه ما استوتش هتلاقيها ناشفه كده وما بتعديش معاكي بسهوله، ولو استوت هتلاقيها، عايزه اقول لكم يعني هتدوسوا كده على طول هتلاقوا الشوكه بتنزل لحد ارضيه الصينيه.
في اللحظه دي اعرف ان هي خلاص استوت. هتعملي بقى ساعتها هتقفلي تحت وتفتحي بقى الشوايه فوق تاخد بقى لون. وطبعا تبقى يعني ايه، هتفتحي الشوايه تقعدي جنبها، يعني حطي كرسي واقعدي جنبها، ما تمشيش وتسيبيها. ليه؟ لان انت حاطه طبقه حاطين طبقه الجبنه الموزاريلا على الوش. لو سبتيها يعني سبتيها كتير هتاخد يعني درجه لون غامقه قوي، وفي نفس الوقت مش هتبقى بتمط. احنا عايزينها اللي هو اللون الحلو دوت، وفي نفس الوقت يكون ايه، يعني ايه، الجبنه برضو بتبقى سايحه فيها ساعتها. تمام. وحاولوا برضو تسويها قبلها مثلا بفتره، يعني ما تسووهاش مثلا وتطلعوها على السفره على طول، لا سووها وسووها مثلا 10 دقايق بس تهدى كده عشان تمسك نفسها عشان تعرفي تقطعيها. تمام كده. انا قلت لكم كده الطريقه والتسويه وكل حاجه. بصوا بقى، انا هنا كده خلصت الصينيه ديت يعني. فانا عشان هنقلها في عربيه وهتروح مكان مثلا يعني تقريبا نص ساعه بالعربيه، فما كانش ينفع ان انا اسيبها مثلا على ان انا احطها مثلا في شنطه او كيس كبير او كده، لا انا كان لازم احطها بحاجه ستريتش محكم. ليه؟ عشان خاطر العربيه مع الهزهزه والاهتزاز ممكن الصينيه تميل، ممكن تتدلدق منها او يحصل اي حاجه. فالاسترتش بالنسبه لي ايه، يعني امان، لا حاجه هتقع ولا حاجه هتتدلدق ولا هيحصل له اي حاجه. ف فاهم حاجه انت بس يعني غليفه حاجتك كويس، عشان بالذات دي ايه يعني ايه، عارفين انتوا لما تكونوا ناقلين حاجه انتوا ماسكينها بايديكوا، انتوا ما تقولوش مثلا دي هتتحط في العربيه عادي، عربيه امان، لا. العربيه مع الوقت مع الهزهزه انتوا لو ماسكين حاجه بتهزوها، لا حرفيا هتتدلدق وهتبوظ منكم. انا عايزه اقول لكم برده لما رحت هناك كانت مارد على جنبيها خالص، والله لو كانش فيه ستريتش كانت عايزه اقول لكم كان الجبنه بالصوص ده كان دلدق يعني ايه على جنب كده. فاهم حاجه بس تحطوا فيها يعني ستريتش لفوها كويس. تمام. تاني حاجه بقى معايا ان انا كنت عايزه اعمل البانيه. بصي يا بنات، انا عندي البانيه والفراخ اساسي لما باجي اشتريهم مثلا اول الشهر. لازم اغسل البانيه والفراخ واتبلهم. بتبلهم بايه؟ ببصله وبصلايه وطماطميايه وقرن فلفل في الخلاط، وبحط معاهم التوابل بتاعتهم وملح وفلفل والكزبره والكلام بتاعهم ده كله. بتبل الكميه دي كلها وبحطها في الفريزر. فانا لما باجي بستخدم اي بانيه او اي فراخ او اي حاجه بطلعها هي اصلا كده كده متبله. انا دلوقتي عملت ايه، حطيت بيضتين، حطيت عليهم ليمونه كبيره، وحطيت حبه كاري وملح وفلفل، يعني ايه تنكهه بحاجه بسيطه، يعني بيبقى زياده الطعم يعني من غير التتبيله اصلا هو كان متبل بيها، اللي هو ايه اللي هي كانت في الفريزر بيها. تمام. فانا كده جبت البيض يعني ونكهته وحطيته عليه وقلبت كله، وابتديت بقى احط ايه من البيض للبقسماط. تمام. ده مش بقسماط، ده فيجيتار. او الفيجيتار عندي كمان مش متملح او كده، او انت مثلا جايبه بقسماط عادي، حطي له برده حبه معلقه نشا، وحطي له ملح وفلفل وحبه كركم. عايزه اقول لكم بيطلعوا حلو قوي، وبيبقى يعني في القليه بيبقى زي لونه ذهبي كده. تمام. انما الفيجيتار اللي انا جايباه دوت، انا جايبه فيجيتار بارد بس بصراحه نوعه كويس، وهو مصفر كده وحادق شويه، يعني ما بيطلعش عادب او حاجه. فهو مش محتاج مني اي حاجه غير بس ان هو يعني انا ايه بحط على طول فيه. في بقى على حسب ايه ممكن تجيبي اللي هو ريتش باك دوت، يعني كل واحد على حسب النوع اللي هو بيستخدمه يعني. فكل واحد يعني انت كل واحد حر يعني. تمام. وساعات كمان بحط البقسماط، يعني بحط عليه معلقتين دقيق، اللي هو انا عايزه كمان كتر الكميه وفي نفس الوقت يبقى متماسك اكتر. يعني انت على حسب ما انت بتحبي تعمليه يعني، فاهمين، اعملوه. تمام. انا بقى كنت عامله كميه، هقعد بقى ايه اعمل فيهم كده واحده واحده. كمان برضو عايزه اقول لكم على حاجه. لما انا عملته قبل منها مثلا على عصريه كده، انا كنت مخلصه الحاجه دي على العصر، بس انا لما يعني انا كنت عاملاه قبلها بشويه. لما عملته وسبته وسبته كميه مع بعضيها، لما رحت هناك عايزه اقول لكم كان باين ان البانيه زي تحس ان هو مبلول كده. عايزه اقول لكم البله اللي فيه ديت يعني الطراوه اللي فيه ديت بتخلي البقسماط يمسك قوي عليه، وبتخليه كمان الزيت عندك ما يتحرقش، فبيبقى بصراحه حلو يعني. بصوا انتوا لو تلاحظوا هتلاقوا هنا ابتدى عشان سبته شويه قبل ما جيت اعبيه وبكيسه يعني. بصوا تحسوا ان الواحده كده مش ما فيهاش بقسماط كتير، لا البقسماط ايه مبلول كده ومندي عليها وممسوك، ده بيخلي الزيت ما يتحرقش منك، ومفيش بقايا كتير تقع من البقسماط فتحرق الزيت. المهم بقى انا ايه قلت بقى هنقله بقى في ايه، جبت اصغر يعني اصغر صينيه عندي الموني بتاعت بيتزا، وابتديت ان انا احطه فيه كده افرده إيه على بعضه. إيه يعني ايه وفردته في الصينيه كلها عشان ميبقاش في حته اعلى من حته. تمام. وهجيب برضو استريتش راب برضو يعني هلف بيه كويس يعني، عشان برضو يبقى محكم الغلط ايه معايا، ويبقى جاهز ان هو انا ايه لما اجي اخده يبقى الحاجه كلها ايه متكيسه يعني ايه ومتظبطه معايا. بصي يا بنات، الاسترتش دوت حلو بصراحه في البيت. يعني لو اي حد مش عنده او مثلا يقولك لا ممكن يتعوض بكيس او كده، لا عايزه اقولك هو محكم الغلط جدا جدا. وفي نفس الوقت اللي هو ايه الحاجه بتبقى مقفوله بالظبط، تضمن ان هي بصوا يعني دوت لو لا لو انت مثلا ميلتي الصينيه يمين شمال هي مش هتتحرك من مكانها، يعني هي مقفوله عليها بالملي، يعني عارفه انتوا اللي هو ايه تحسوها متبسطره. فاهمين قصدي؟
بص كده خلصت المكرونه وخلصت البانيه، وهنا عملت سمبوسه باللحمه وبرده ابتديت ارصها برده كده. انا قلت برده ايه، انا كنت خايفه ان انا يعني الف السلوفان او الاسترتش راب على على الطبق الصيني، قلت لحسن يتكسر ولا يحصل له حاجه، فقلت ايه لا خلينا انقله في بوله بلاستيك يعني، في نفس الوقت هي تبقى غويطه وفي نفس الوقت ايه يعني بلاستيك يعني مع الروحه والجايه، يعني انا رايحه مطب حصل اي حاجه تبقى حاجتي يعني حاجه في الضمان امان، يعني ان هي حاجه ما تتكسرش او حاجه توصل لحاجه سليمه يعني. تمام. برضو هلفه برضو بالاسترتش، برضو قلت هتبقى محكم برضو ايه الغلق وكده. إيه بصوا بقى انا ايه العصاير كنت حيرانه اعمل عصاير ايه وكده، فقلت عملت بقى العصاير دي امتى، عملت العصاير قبل ما انام. تمام يعني قبل ما ادام ما يأذن، عشان ابقى ضايقه طعم العصير وكده يعني عارفين اللي هو تبقوا ايه، ما يبقاش ساعه الفطار والناس ملمومين ومجمعين على سفره واحده كده، تلاقوا نفسكم بتقولوا لا ده حاجه خفيفه، حاجه تقيله، حاجه ما فيهاش سكر، حاجه عارفين اللي هو تبقوا حاجاتكم في الامان. فعملت ايه، فعملت شفشق كبير تمر هندي اللي هو الصناع اللي هو السكر ده، وعملت شفشق كبير صوبيا اللي هي العمان. تمام. وكان عندي اللي هي لفه قمر الدين، حطيتها في الخلاط وحطيت عليهم كوبايه ميه سخنه واديتهم ضربه كده وسبتها مركزه. مركزه ايه، قلت برضو لما اروح هناك على حسب ما اشوف بقى هم عايزينه عصير ولا عايزينه قمر الدين مهلبيه. تمام. برضو كنت جايبه قطايف ودي حشيها وشايلاها في الفريزر برضو جاهزه، ايه ان انا قلت هاخدها معايا يعني تتعمل هناك ايه على طول تبقى الحلو يعني. بصوا هنا جهزت كل حاجه خلاص معايا وتوكلت على الله بقى، وشلت يعني كل حاجه خلاص، وبقى ايه قلنا ابتديت اتحرك هنا من مايو على الساعه 3:30. تمام. كان بنتي عندها درس خلصته اتكلنا على الله يعني. وقلت بقى هوصل هناك كام، قلت هوصل على 4:30 على حسب الطريق ولو زحمه وكده، بس ما شاء الله كان الطريق سلك جدا. بصوا عايزاكم تحفظوا الشكل ده كويس. بصوا هنا الاسكان، الدنيا هاديه ورايقه. بصوا بقى ابتدينا بقى نقرب. احنا هناك يعني اهل جوزي من سيده زينب، فبصوا بقى اول ما بتبداوا كده تمشوا على الكوبري دوت وتشوفوا بقى عارفين انتوا المساجد بتاعت زمان اللي هي القبب ديت والمآذن. بصراحه المنظر حلو جدا وانتوا بتقربوا للقلعه يعني. بصوا يعني المنظر والله العظيم ما اقولكوش جميل. عايزه اقول لكم ان هناك في يعني تصليحات وتكسير وشوارع بتوسع وحاجات كتير بتتشال ومقابر كتير اتشالت وكمان. بس بصوا المكان والله يعني كل ما لما بروح هناك انا بنبهر بصراحه يعني. الله يكون في عون بقى اللي ما بيروحش مثلا هناك مثلا غير بالسنه اكيد مش هيعرف معالم الشوارع خالص يعني. انا اللي بروح هناك على طول وكل مره بروح هناك بتفاجئ ان هم شالوا مكان جديد، زودوا الشارع، قفلوا الشارع يعني. كوبري سيدي عائشه برضو بيتجدد، فلا في حاجات كتير هناك، في تطورات كتير بتحصل يعني. ما شاء الله المنطقه تبقى يعني منطقه حاجه تانية برضو يعني. هو ايه، اي نعم الواحد بيزعل على ان التراب بتتشال وكده، بس هو كل ده تصليحات. متخيلين الواحد زعلان ان هو التراب بتتشال وكده، بس في نفس الوقت برضو إن المكان برضو هيبقى زي مكان اثري كده برضو والشوارع توسع، فبرضو ايه يعني حاجه حلوه برضو. بصوا المنظر بصراحه صعبان عليا والله، كل دي كانت تراب وعارفين بصوا الدنيا وسعت ازاي يعني بصراحه. يلا الحمد لله. فتحس ان معالم السيده زينب بدات تتغير اللي هو من كتر ما الحاجه بتتشال وتتحط. بصوا احنا كده خلاص كنا يعتبر قربنا خلاص نوصل، كان في 5 دقايق يعني ولا حاجه. المهم كلمت ماما وقلت لها ايه انا قربت، افتحي بقى الفرن وخليه ايه يسخن عشان اول حاجه اروح احطها ايه، احط اللازانيا في الفرن يعني. قلت عشان تاخد ايه وقتها وكده. تمام. فخلاص بقى كده ايه وصلنا. واول بقى حاجه قلنا نفضيها، ماما الله يكرمها يعني كانت بتفضي بقى ايه العصاير بتحطها ايه في الشفش عشان خاطر ما تتخرمش الكيس او يحصل حاجه يعني وكده. فابتدينا بقى نفضي الحاجه ونجهز كده. طبعا انا هنا خلاص فضينا العصاير وكل حاجه رجعت مكانها يعني حطها في مكانها. وكمان عندنا القمر الدين استقرينا ان هو احنا نعمله مهلبيه اللي هو ابو نشا ده. تمام. فكنا كنت هعمله عصير بس خلاص عمل يعني حطيناه في حله عشان ايه يستوي يعني، عشان بعد الفطار اعمله بقى مهلبيه. حطيت هنا بقى اللازانيا اول ما وصلت دخلتها، وعايزه اقول لكم بصوا بقى هو اللون ده بتاعها خطير، اللي هو ايه ولا محروق قوي ولا فاتح قوي. ابتديت بقى اول حاجه قلت هعمل السمبوسه. ابتديت اقلي بقى كده في السمبوسه على طول، الزيت ما شاء الله كان حامي واسمه دوت. بقلي بقى يعني السمبوسه قليتها الاول ليه، عشان خاطر انا لو قليت البانيه الاول لا قدر الله ممكن الزيت يعني ايه يغمق او يسمر مني. فقلت لا خلينا في الزيت نضيف يعني. اقلي بيه اقلي اول طلعه السمبوسه. بس عايزه اقول لكم ما شاء الله كانت كميه وكانت طعمها حلو جدا وكان لونها حلو كمان. وابتديت بقى اقلي البانيه. كنت بقليه انا ابتديت اقلي بقى كانت الساعه 5:15 كده. تمام. قلت عشان الحق ايه اخلص يعني. بصوا بقى البانيه لما اتقلى وهو يعني هتحط في البقسماط او الفيجيتار بتاعه فتره وبقى مندي. بصوا الزيت عايزه اقول لكم نضيف اللي هو يعني ايه مش الزيت بقى المحروق او في حاجه باينه او كده. بصوا بقى عايزه اقول لكم بقى كده كنت خلصت قريت كله بقى وطلعت اللي في الفرن وكنت ظبطت الدنيا. عايزه اقول لكم ما شاء الله
ريحة الأكل بس وشكله كان جميل جدا، والحمد لله إن عجب كل الموجودين. بصوا بقى هنا عشان كنت عاملة تيفال، كنت بقطع كده بشويش بالسكينة عشان ما اوصلش لحد الأرضية عشان ما اجرحش الصينية خالص. فابتديت اقطع كده بقى، وابتديت اشيل بشيله سيليكون كده يعني، وما شاء الله كانت، بصوا كانت عايزه اقول لكم كانت خطيره بصراحه. ابتديت بقى بصوا ان انا ايه اغرف كده واحده واحده، وابتديت برضو ايه كان خلاص الاذان بيأذن. عايزه اقول لكم انا مبسوطه جدا وانا هناك. ليه؟ واحنا هناك احنا قريبين من القلعه، فعارفين انتوا زمان لما كانوا بيجوا مدفع الافطار اضرب، ده بقى انا سمعته بجد. انا بقول لي يعني، بقول لهم ايه ده، هو ده بجد ولا إيه؟ قالت لي اه ده لحد دلوقتي لسه بيضربوا عند القلعه وكده، وبيقولوا نفس الكلام وكده. فبصراحه انا كنت فاكره في التلفزيون او بس من زمان، بس اتضح ان هو لحد دلوقتي برضو الموضوع ده شغال. عايزه اقول لكم السيده زينب في رمضان حاجه تانية خالص. الصواريخ والاطفال والشوارع، بصوا لا احساس تاني خالص، بين هنا وبين الاسكان وبين حلوان وماي وكده. تمام. عملت بقى قمر الدين وابتديت اصب بقى كده. عايزه اقول لكم الكبشه دي ما تفكركوش بحاجه، الكبشه دي يعني كانت عند اجدادنا من زمن الزمن، وتقريبا دي بتاعت جد يعني مامة حماتي. تمام. فتحسوها ان هي إيه زي ورثي كده، بس بصراحة حلوة جدا وتفكرك كده بأيام زمان. وبس هو كده خلصنا القعدة، وكانت قعدة حلوة وحلينا الحمد لله وخلصنا. وكان بس هو ده كان يومنا يعني بقى، فايه خدنا بعض بقى لفينا وايه وقلنا بقى هنروح. بصوا بقى يعني بص الزين يعني ايه الزينة رمضان في الشوارع واللمض والأماكن. بصراحة لا، رمضان في السيدة زينب حاجة تانية خالص، غير مايو وغير حلوان وغير الإسكان، وبالذات إن الإسكان بقى بزيادة. الدنيا هنا هص هص تمام. هناك بقى لا إحساس حلو وبصوا وانتوا ماشيين في الشارع ده كمية ناس بتوزع حاجات ساعة الفطار وعصاير وأكل، وما شاء الله اللهم بارك، يعني رمضان فعلا شهر الخير. كان هو ده الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.